السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد. أكثر حاجة نتمناها في هذا الشهر الفضيل أن يعم السلام في دولة فلسطين، وأن يعود آه، الناس إلى طمأنينتهم وأمنهم يا رب يا كريم، إن شاء الله في القريب العاجل يا رب. إني بالنا معهم ولا يسعنا إلا أن ندعو لهم. وبسم الله على بركة الله، جبت لكم هذا البريوات اللي بطريقة صحية، يعني ما تحتاجوش تقليو اللوز ولا تقليو البريوات. تبعوا معايا الطريقة إن شاء الله. كيجيو بريوات ناشفين معسلين ولذاذ بزاف، والأهم أنهم صحيين. ونبداو على بركة الله مع طريقة تحضير، يعني طريقة أهم من الوصفة. نبداو على بركة الله. عندنا اللوز اللي استعملت نصف كيلو لوز بلدي ونصف كيلو لوز رومي عادي. يمكن لكم تستعملوا اي نوع، يعني يمكن لكم تستعملوا غير نوع واحد، اما البلدي اما الرومي. البلدي بطبيعه الحال كيعطي واحد المذاق زوين. استعملت هنا 250 غرام، يعني ربعة من كل نوع، يعني نصف كيلو في المجموع. واستعملت واحد، يعني نصف كيلو استعملت معاه واحد تقريبا ما كاملاش 100 غرام ديال سكر سنيده. استعملت هذا السكر الاسمر. من بعد كنطحنوا اللوز ديالنا، نص كنعلكوه ونص كنهرمشوه. ومن بعد عندنا شويه د الاناناس كما شفتوا، كنطحنوه مع شويه المسكه الحره. مبغاش يطحن ليا. من بعد ضفت له واحد الحفينه ديال اللوز مطحون، وعاد باش تطحن، وعاد باش كنضيفوا لهذا الخليط ديالنا. وكنعجنوا الخليط ديالنا بهذا النيسلي، يعني الحليب المركز المحلى. هانتوما يمكن لكم تستغناو على هذا الحليب المركز المحلى وتعوضوه مثلا بالزبده نوازيت اللي تذوبوها حتى يحيد منها الماء ديالها وتعجنوا بها. يمكن لكم تستعملوا غير واحد المعلقه كبيره ديال الزبده بوماد ومع ماء الزهر. يعني عندكم اختيارات، ديروا داكشي اللي كيتوفر عندكم. يمكن لكم ديروا حتى نسلي كراميل في بلاصه الحليب المركز المحلى. وهانتوما كتخلطوا كيف قلت نص ديال الكميه ديال اللوز نطحنوه حتى كيتعلق لينا مزيان حتى كيطلق الزيت، والنص كنطحنوه على شكل غير مهرمش. هانتوما استعملت هذا ماء الزهر هذا 100% طبيعي. هانتوما كنستعملوا واحد واحد 3 المعالق كبار ديال ماء الزهر. والمهم كنعجنوا العجين ديالنا على هذا الشكل حتى كيعطينا عجين اللي يكون هكا متماسك بحال هكذا. كنحاولوا نبسطوه وقلبته فوق واحد ورق الطبخ هانتوما على هذا الشكل، وكنحاولوا نبسطوه على هذا الشكل. كندهنوا يدينا بالزهر وكنبسطوه بحال هكا. كنطحنوا بطبيعه الحال داك السكر مع اللوز. ملي كنكونوا كنطحنوا اللوز كنطحنوا معاه السكر. وهانتوما كنقطعوا اللوز داك العجينه اللي بسطناها ديالنا، كنقطعوها على شكل حرابيل. هانتوما الصوره راه موضحه امامكم، ما نحتاجش نهضر بزاف. هانتوما
هانتوما كنقطعوهم مثلثات على هذا الشكل باش كتسهل علينا العمليه ملي كنكونوا كنلويو البريوات ديالنا. هانتوما كنحاولوا نقطعوا البريوات ديالنا على هذا الشكل. كنديروا واحد الاحسن 5 سنتيم، هي اللي كتجي مزيانه، كتجي بريوه مزيانه احسن من 4 سنتيم. هانتوما كنحاولوا نقادوا المثلث ديالنا على هذا الشكل وكنحطوه في الشريط ديالنا الاشرطه اللي قطعناها وكنلويوه. هانتوما هاد الجهه ثم لهاد الجهه كنبقاو غاديين مع المثلث ديالنا، كنطويوه حتى كنساليو الشريط كامل ومن بعد كنلصقوه بالماء. هانتوما على هذا الشكل. من بعد كنلصقوه بشويه ديال الماء، كنلصق بالماء، ما كنديرش الطحين مع الماء، كندير غير الماء وما كيتحلوا ما حتى حاجه. هاد البريوات كيبقاو هكا، كنحاولوا نديفورميوهم بحال هكا، نعوجوهم شي شويه باش ملي كيطيبوا كيتنفخوا كيرجعوا للشكل ديالهم المعتاد. هانتوما نعاود معكم هذه هذا الشكل حتى كنكملوا البريوات ديالنا كاملين. هانتوما من بعد كنستفوهم في واحد العلبه بلاستيكيه ولا مهم علبه اللي كتدخل للثلاجه. هانتوما كنفرقوهم بالبلاستيك الغذائي بحال هكا، ممكن نستفوهم على هذا الشكل. من بعد كاملين كنغطيهم كاملين باش ما كيدخل ليهمش الثلج صافي، وكنديروهم المجمد ديالنا. من بعد ملي غنبغيو نطيبوهم انا كنطيب غير القياس اللي غنحط وصافي. هانتوما كنستفوهم ما كندهنوهم ما حتى حاجه، كنستفهم على هذا الشكل وكندخلهم الاير فراير ولا الفران. هانتوما طيبتهم في الاير فراير على درجه حراره 170 درجه مده 20 دقيقه. هما وجدوا البريوات ديالنا مذهبين زوينين. كنخويو عليهم العسل على هذا الشكل اللي عنده بطبيعه الحال العسل الطبيعي يستعملوا. هانتوما خويت عليهم العسل وهالبريوات ديالنا كنخليوهم حتى الوقيته فين غنبغيو نقدموهم، عاد كنحيدوهم من هذا العسل صافي. وهنا غنستفوهم في هذا الاناء على هذا الشكل. هانتوما ها هما البريوات ديالنا، ما كاين لا فسخ اللوز لا قلي البريوات في الزيت لا حتى حاجه، يعني كنحاولوا ما امكن نستغناو على الزيت في هاد الشيوات ديالنا. زوقتهم هنا بشويه اللوز مهرمش وشويه الورد البلدي. وهانتوما ها هما البريوات ديالنا بالصحه والراحه. نتمنى تجربوهم وتردوا عليا في التعاليق. وشهية طيبة ورمضان مبارك سعيد. هانتوما شوفوا البريوات ديالنا كي كيجيو، نقسم معكم وحيده شوفوا كيفاش كيجيو. ما كيجيش فيهم داك قوه الورقه، كتجي الورقه مقرمشه وطايبه. شوفوا البنيته ديالي كتسرق الوريضات. شوفوا اللوز ديالنا كيفاش كتجي ناشفه ومقرمشه ولذيذه في الصحه والراحه.